أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعيني الأوفياء أينما كنتم. اليوم غادي ناخدكم معايا في جولة قصيرة باش تعرفوا على القرية ديالي، البلاد ديالي، ونقربكم أكثر من الصورة باش تعرفوا على المكان المسقط رأسي، مكان اللي تولدت فيه وكبرت فيه. منطقة غنية جدا بثرواتها الطبيعية وكتميز بناسها البسطاء والطيبين. هاد المنطقة الاسم ديالها أيت بيوض، وجات في نواحي مدينة الصويرة. منطقة كبيرة جدا وشاسعة وغنية بآلاف أشجار الزيتون والأرقان اللي كيفوق العمر ديالها 100 سنة. غنية أيضا بأشجار الخروب والرمان والصفصاف، كيف ما كتميز بينابيع الماء الطبيعية اللي كتخرج من باطن الأرض واللي كنسميوه العيون. كيخرج منها ماء عذب صافي نقي صالح للشرب. اللي كيخلي أيت بيوض معروفة هو وجود ضريح يهودي مهم. الاسم ديالو ربي نسيم بن نسيم، والمتداول في القرية بسميحة. كيتنظم موسم سنوي كيجيه اليهود المغاربة من داخل وخارج المغرب. هادشي كيعكس التعايش التاريخي بين المغاربة المسلمين واليهود. العدد ديال السكان في المنطقة قليل نسبيا، وكاين نوع من التهميش مقارنة بالمدن، مثلا مشاكل في البنية التحتية والإنارة وشبكة الهواتف والإنترنت وحتى المواصلات. هذه المنطقة كتوصلها أحيانا قوافل طبية ومساعدات إنسانية بسبب هشاشة الوضع، كيف ما كتستافد من متطوعين دوليين ومهندسين اللي كيجيو كيديروا بعض المساعدات اللي كتزيد بالتنمية المنطقة ولو أنها تنمية بطيئة. منطقة أيت بيوض منطقة جبلية وعرة وبعيدة نوعا ما على المراكز الحضرية، فيها دواور صغيرة، بعض التجمعات السكنية، والحياة فيها بسيطة جدا، كتعتمد على الأغلب على الفلاحة التقليدية وتربية المواشي. أيت بيوض ماشي منطقة سياحية مشهورة، ولكن عندها قيمة ثقافية ودينية خاصة، وكتمثل نموذج ديال القرى المغربية اللي فيها بساطة، تقاليد، وفي نفس الوقت بعض التحديات. دابا من بعد ما قربتكم من البلاد ديالي وعطيتكم معلومات عليها، غادي نخليكم تستمتعوا بهاد اللقطات هذه. وإلا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وخليوا لي رأي ديالكم في التعليقات، وشكرا على المتابعة والدعم الدائم للقناة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.